مش انت قصدك على الهرم الكبير قوي ده اللي هو في الهرم؟ ماله بقى؟ ايه يا بنتي في حاجه؟ فهمي بيه عايز يدخل لحضرتك. طيب خليه يتفضل. اوكي. ايوه لا انا معاك سامعك، بس فصصها لي يا ابني، انا مش فاهم انت قاصد ايه بالظبط. ليس الا حاجه. اتفضل. متشكر. شكرا. تحب تطلب اي حاجه؟ ربنا يبارك لك. ابعت الراجل. اوكي يا سيدي انا معاك. يا ست امشي بسرعه شويه. حاضر يا حاج. استغفر الله العظيم اقسم بالله العظيم. اتفضل يا فهمي بيه. لا انسان انا خالص. لا ماليش انا في السكك دي. لا اتكل انت على الله وربنا يسهل لك طريقك. اشوفك بخير قريب ان شاء الله. يلا مع السلامه. الراجل سليمان بيه ده مخه فوت خالص بقى في الهلاله بجد. قال تصور عايز نخش معاه شريك في مشروع لفك وبيع الهرم الكبير بتاع خوفو اللي في الهرم ده. قال ايه هيبيعوا شركه اجنبيه؟ اصل هو من ساعه ما سمع ان في ناس فكوا محطه كهرباء وباعوها ومخه بيفكر في مشاريع غريبه قوي. ليس الا والله. والله انا مش شايف حاجه غريبه ولا حاجه. انا ما استبعدش عليك يا حاج انت وسليمان ان احنا ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش نهر النيل ونكتشف انكم شحنتوه على قاره تانية. يا راجل ما تقرش بس. سيبك بقى من نهر النيل والحاجات دي. قول لي عملت لنا ايه يا سيدي في موضوعنا؟ سلكت لي الموضوع؟ اسلك لك ايه بس يا حاج؟ التسهيلات الائتمانيه والشيكات المصرفيه اللي انت بتطلبهم شيء مبالغ فيه جدا. سبحان الله في طبعك. مبالغ في ايه؟ يعني انت هازز طولك وجاي لي لحد هنا عشان تقول لي كده وخلاص؟ يا حاج البنك المركزي حدد نسبه التسهيلات ما تزيدش عن 60% من حجم الودايع. يعني هو حدد الحكايه دي عندنا احنا بس؟ جت لعندنا احنا وزرجنت بقى. بقول لك ايه فهمي بيه، احنا دافنينه سوا. تقصد ايه يعني؟ لو مش هتيجي من سكتك ربنا يسهل ونلاقي سكك تانية. وعلى العموم العمولة بتنادي على صاحبها، واظن ان مليون مشفي ارنب يعني مبلغ مش بطال. طيب يا حاج عموما ابعت لي الورقه ابص عليه يمكن اعرف الاقي لك مخرج. ان شاء الله هتلاقي مخرج يا ابني. ده انت راجل ناصح وبتاع بنوك مظبوط. ربنا يكرمك. قول لي هتلاقيني امتى؟ يعني اديني فرصه كده اسبوع يعني. هما يومين اتنين مفيش غيرهم، وبعدين اسمع منك رنه تليفون اي حاجه يعني. باي باي يا قمر. باي باي يا فهمي بيه. خلاص زي ما تحبي. هو ايه ده اللي زي ما احب؟ انتي مش قلتي لي هشوفك امتى؟ ما حصلش. طيب خلاص بقى خليه ينفعك. يا فهمي بيه هو انت برضو بيهمك الحاجات دي؟ طبعا بيهمني. انا راجل اناني. حددي موقفك بسرعه. اوكي ايه بقى؟ هحدد موقفي. ايوه يا حاج. حاضر عن اذنك.